حكاية فيلم بسلامته عايز يتجوز وسبب غضب نجيب الريحاني من الفيلم. رغم نجاح افلام نجيب الريحاني جماهيريا واللي لسه بنستمتع بيها، نجيب الريحاني كان له رأي تاني. اصلا ما كانش بيحب يشتغل سينما لانه لقى نفسه في المسرح، وكان خايف ان السينما تسوق سمعته المسرحية، وشايف ان السينما مش على المستوى اللي يرضيه. نجيب الريحاني كان نجم في المسرح واخترع شخصية كشكش بيه ونجح بيها لحد ما قابله صديقه استيفان روستي والمصور توليو كياريني انه يقدم الشخصيه دي في فيلم. الريحاني اصلا كان رافض واقتنع في الاخر، وطلع اول فيلم للريحاني سنه 31 فيلم صاحب السعاده كشكش بيه حلقه 24. كان الفيلم صامت، وبعد كده قدمه ناطق سنه 34. بعدها عمل فيلم ياقوت، وبرضه لما اتعرض عليه الفيلم قبله عشان الفلوس والظروف المادية اللي كان بيمر بيها. الفيلم ده كان انتاج مشترك مصري فرنسي، وكان التصوير ما بين مصر وفرنسا، ومن اول الاتفاق حصل مشاكل ما بينه وما بين المنتج على الحوار في الفيلم. الريحاني ما كانش متفائل وقال لك تيجي زي ما تيجي. لينك حلقة الفيلم تحت الفيديو. الريحاني كان بيشتغل سينما عشان الفلوس. منتج فيلم بسلامته عايز يتجوز ماكس هيراري عرض على الريحاني الفيلم، وطبعا اثناء التعاقد على الفيلم حصلت مشاكل. الريحاني برضه ما كانش متفائل. نجيب الريحاني في مذكراته بيقول على الاتفاق على الفيلم ان هم عرضوا عليا اخد اجري في الفيلم 300 جنيه و5% من الايرادات. شاورت عقلي، وخصوصا ان مدير الانتاج عرض عليا انه مستعد ان كل المهام الفنيه كلها هيسيبها لي. بعد ايام جالي المنتج قال لي انه تعاقد مع المخرج اسمه الكسندر فركش اللي اخرج فيلم بواب العماره بتاع علي الكسار حلقه 48. نجيب الريحاني طلب فسخ العقد فورا لانه كان من وجهه نظره ان الكسندر فركش لا يصلح ان يكون مخرج افلام. الغريبه ان برضه الفيلم اتصور بنفس المخرج. نجيب الريحاني كالعادة شغال وهو متضايق ومش مبسوط. وعلى فكرة عبد السلام النابلسي كان مساعد مخرج في الفيلم ده. الفيلم قصة وحوار نجيب الريحاني وصديقه بديع خيري عن مسرحية اسمها الدنيا جرى فيها ايه. الألحان زكريا أحمد، والأول مرة عزيزة أمير أم السينما المصرية بتمثل في فيلم مش من إنتاجها، عملت دور البطولة قصاد الريحاني. ملخص القصة: كشكش بيه عمدة كفر البلاص، راجل مزواج وعايز يتجوز بنت من القاهرة. سكرتيره عزت بيختار له بوسينة من القاهرة اللي ابوها بيوافق، لكن بوسينة بتحب شاب تاني. الشاب بيخدع كشكش بيه وبيسوق سمعة بوسينة عنده وبيوصل له ان اخلاقها مش حلوة. كشكش بيه بيصرف نظر عن بوسينة. في النهاية بيتعرف على نوسة الرقاصة اللي بتغريه وبتخلص فلوسه. كشكش بيكره القاهرة وبيرجع لكفر البلاص مفلس، وبوسينة بتتجوز حبيبها. والاخر مرة الريحاني بيقدم شخصية كشكش بيه في السينما. عزيزة أمير لعبت دور بوسينة، بشارة وكيم عمل دور السكرتير، فتحية شريف نوسة الرقاصة، فؤاد سليم أبو بوسينة، ماري منيب أمها. اشتغل في الفيلم زينات صدقي وزكريا أحمد، محمد الديب، عبد الفتاح القصري، وصاحب أشهر ضحكة حسن فايق. الفيلم اتعرض في فبراير سنة 36 في سينما ديانا بالاس في القاهرة، وقعد 3 أسابيع، وفي نفس الشهر في سينما الكوزموجراف الأمريكاني في اسكندرية. نجيب الريحاني قال في مذكراته ان ميزانيه الفيلم كانت المفروض 4000 جنيه، لكن المخرج بسلامته رفعها للضعف، وقال ان الفيلم لما اتعرض على المتفرجين كنت قاعد ما بين المتفرجين بالاكراه، ولما شفت نفسي ما كنتش اتصور اني بالفظاعه المؤلمه دي، وان وصلت بيا السخافه للدرجه اللي ابتدعها المخرج بافكاره البايخه. طبعا الفيلم خسر، والمنتج فضل لما نفى المخرج من مصر نهائي. نجيب بيقول على نفسها كانت براقش. تابعونا.